مع نهاية سنة 2001 ال WWF اشترت WCW، وفي نفس الوقت ده أهم نجوم عصر الاتيتيود بدأوا يبعدوا، زي أوستن اللي كان بيجهز خلاص للاعتزال، والروك اللي ساب المصارعة وركز في هوليوود، وميك فولي اللي كان كبر في السن، وكمان شون مايكلز اللي كان معتزل ساعتها أصلا. ومتبقاش موجود من عصر الاتيتيود غير اتنين، أندرتيكر وتريبل اتش. ومكمان ساعتها اتجبر كمان انه يغير اسم الشركه التاريخي ويشيل حرف الاف ويحط حرف الاي. وهنا مكمان قرر ان عصر الاتيتيود خلص، واللي هيبدا دلوقتي هو عصر عدوان بلا رحمه. حلقه جديده في عرض من عروض الرو، فينس مكمان طلع على الحلبه وقال ان خلاص العصر القديم خلص، وان في عصر هيبدا من دلوقتي بنجوم جديده ووشوش جديده، مش مهم حجمهم، لكن الاهم انهم يبقى عندهم عدوان بلا رحمه. واول تغيير حصل لبدايه العصر الجديد هو عمل عرض جديد، عرض اسمه سماك داون، كان تحت سيطره بول هيمن، والاول مره يتعمل الدرافت في تاريخ WWE. ومن هنا نقدر نقول ان العصر الجديد بدا. في النص التاني من السنه ديت بالذات في عرض الرو بعد المنيا 18 ظهر شاب قوي ابيضاني واشقر، وكان باين عليه انه مش انسان، ده دبابه، ده آلة حرب، وطلع دمر كل اللي على الحلبة. الشاب ده اسمه بروك ليزنر، واللي ما خدش اكتر من 4 شهور عشان يروح يكسب بطولة الاتحاد من الروك في سامر سلام، ويبقى اصغر بطل عالم ساعتها. في نفس التوقيت ده وتزامنا مع بروك ليزنر ظهر شاب تاني من نفس دفعة بروك ليزنر في الاو في دبليو، والشاب ده ظهر باسم جون سينا، اللي طلع كأنه كان لسه بيتحضر ساعتها. وكمان في نفس السنة دي رجع أعظم مؤدي في تاريخ المصارعة من وجهة نظرنا طبعا، وهو شون مايكلز من الإصابة، ودي كانت حاجة إيجابية جدا. وفي وقتها وفي السنة دي المباراة ما بقتش تعتمد على العنف بس، لا دي اعتمدت أكتر على الأداء في الحلبة، مع وجود ناس زي كيرت أنجل، ري ميستيريو، إيدي جاريرو، كريس بنوا، اللي صنعوا تاريخ سماك داون وخلوه يتفوق على الرو فترة كبيرة في العصر ده. ومع طريقنا للسيريس طلع إريك بيشوف وقال فكرة مباراة جديدة هيبقى فيها 6 مصارعين محبوسين في زنزانات جوه قفص، وولادة فكرة نزالات التشامبر. واتلعب فعلا أول نزال تشامبر على بطولة العالم، وانتهى بفوز شون مايكلز ورجوعه من تاني على قمة العالم، ونهى السنة على كده. وفي سنة 2003 بدأنا السنة بفوز بروك ليزنر بالرويال رامبل. تريبل اتش اتعاون مع ريك فلير واتنين شباب كده اسمهم راندي اورتن وباتيستا، كانوا برضو من دفعة او في دبليو، كونوا فريق اسمه ايفولوشن، اللي كان هدفه انه يساعد اتش يحافظ على بطولته اللي رجعها من قصاد مايك في الطريق للمنيا. بروك ليزنر اختار كيرت انجل عشان يلعب على بطولة الاتحاد في المنيا، والروك وستون كولد رجعوا عشان يبنوا المواجهة الثالثة والاخيرة بينهم في المنيا. وبس كده يلا نخش على المنيا التاريخية اللي شفنا فيها مايكلز وجيريكو بيقدموا عظمة، انتهت بفوز مايكلز بالرول اب. بروك ليزنر رجع بطولة الاتحاد بعد نزال قوي جدا مع ملك الاداء كيرت انجل. وطبعا المين ايفنت في اول تايم بين الروك واوستن كان نزال درامي، قدر الروك فيه ينهي سلسلة هزايمه قصاد اوستن ويفوز عليه وينهي مسيرته كمان. واعتزال اوستن كان لازم يتعوض بقوة، فلقينا جولدبرج بيعمل الديبيو بتاعه بعد المنيا، غير جون سينا اللي ستيفاني مكمان خلته يبتكر شخصية الدكتور في ساجانامكس. تريبل اتش طبعا ده في حته لوحده بقى ومسيطر على بطولة العالم في الرو بمساعدة الايفولوشن، لكن جولدبرج قدر في الاخر يكسبه، فطبعا قبل ما اتش يرجع بطولته منه يعني وينهي بيها السنة. والناحية التانية في سماك داون ليزنر سيطر على بطولة الاتحاد لاخر السنة، وفي كمان ناس زي روب فان دام كان معاه بطولة القارات، وكان اللي عمل لحظة تاريخية واسطورية لما قلع قناعه، وكانت سنة تقيلة يعني. وبس كده يلا بينا على السنة التاريخية في رأيي. بدأنا السنة بالرويال رامبل اللي دخل فيها كريس بنوا رقم 1، وعلى عكس كل المتوقع قدر يفوز بيها بمفاجأة كبيرة جدا، وبداية رحلة الاندردوج كريس بنوا لمين ايفنت المنيا. في النو واي اوت بروك ليزنر خسر بطولة الاتحاد في مفاجأة اكبر لايدي جاريرو بعد تشديد من جولدبرج، وده خلانا نشوف اننا رايحين لمواجهه احلام بينهم في المنيا. وكريس بنوا شون مايكلز ما خلاهوش ياخد فرصه فرديه وطلب انه يتضاف ثالث لنزاله مع اتش، وكان كمان اللي قاعد يهدد الاندرتيكر ويتحداه النزال في المنيا. وده وصلنا للمنيا 20 اللي فيها تيكر كسب كين وحافظ على الستريك، وكمان رجع شخصيته التاريخيه الديد مان. بروك ليزنر وجولدبرج قدموا نزال يقرف وانتهى بفوز جولدبرج ورحيل الاثنين سوا عن الاتحاد. وفي المين ايفنت شفنا عظمه بين الثلاثه مايكلز واتش وبنوا، انتهت بفوز بنوا في لحظه اسطوريه ولحظه احتفاله مع ايدي جاريرو التاريخيه. لكن ايدي للاسف خسر لقبه في جريت امريكان باش قصاد JBL اللي كمل باللقب لحد اخر السنه.
وكريس بنوا كان احسن من ايدي وحافظ على لقب لحد السمر سلام، لكن اللي وقفه كانت اخضر قفعه في التاريخ، راندي اورتن، وقدر يكسب اللقب ويبقى اصغر بطل عالم في التاريخ ويعدي ليزنر. كان بعدها اللي حصل له كان صعب قوي. الايفولوشن انقلبوا على اورتن وخسر لقبه الاتش. بدأنا السنة زي كل سنة بالرويال رامبل، واللي كسبها باتيستا اللي في نفس الفريق مع تريبل اتش، اللي قدر طبعا يحافظ على بطولته من قدام راندي اورتن في نفس العرض. كمان جي بي ال حافظ على بطولته، وخلاص رسميا نتأكد ان اتش وجي بي ال رايحين ابطال للمنيا. وده وصلنا للنو واي اوت اللي قدر فيه سينا، اللي طور من نفسه في شخصيه الرابر وتحول بعدها للالتيميت فيس، انه يكسب كيرت انجل ويبقى المصنف الاول على بطوله الدبليو دبليو اي في المنيا ضد جي بي ال. وباتيستا وهم الايفولوشن كلهم انه يختار جي بي ال، لكنه عمل كده وقرر يختار تريبل اتش، ورسميا نهايه الايفولوشن. ده غير اورتن كمان اللي دخل في عداوه ضد تيكر، كانت عداوه اسطوريه وابرزت شخصيه اورتن ريل. وانجل ومايكلز برضو اتحدد بينهم نزال الاحلام في المنيا، وده كان مؤشر اننا داخلين على منيا تاريخيه. وكمان كريس جيريكو اقترح فكره نزال ماني ان ذا بانك، وده ودانا لمنيا للتاريخ. اهلا بيكم في المنيا 21 اللي فيها ايدج قدر يكسب اول نزال شنطه في التاريخ، وتيكر قدم عظمه مع اورتن وقدر يحافظ على السلسله. وده ما يفرقش كتير عن العظمه اللي عملها مايكلز وانجل اللي انتهت باستسلام مايكلز الانجل. وسينا قدر يكسب اول بطوله عالم ليه بعد ما فاز على جي بي ال. وفي المين ايفنت بقى باتيستا قدر يكسب مدرسه وفاز باول لقب عالم ليه برضه. وده كان خلاص دليل رسمي ان العصر الجديد بدأ. وبعد المنيا اتعمل الدرافت اللي ودى بطل الدبليو دبليو اي للرو اللي هو سينا، وبعد باتيستا للسماك داون. وسينا ساعتها بدأ مسيرته في الرو بعدها مع كريس جيريكو، وباتيستا دخل في عداوه مع جي بي ال. تيكر واورتن كملوا عداوتهم، برضه عداوات تانية كانت موجودة زي ري ميستيريو وايدي جاريرو، وطبعا عداوة مات هاردي وايدج اللي كانت حقيقية بالمناسبة. وده وصلنا لأهم عروض السيف، سامر سلام، اللي فيه قدر ري ميستيريو يكسب ايدي جاريرو في نزال سلالم على حضارة الخلفة العارضي، واندرتيكر ادى راندي اورتن دفعة عمره وخسر له. وباتيستا وسينا انهوا على جي بي ال وجيريكو وخرجوا من سامر سلام ابطال. وهوجن رجع وكسب شون مايكلز في نزال كوميدي الصراحه، لكن الصدمه كانت متشاله لاخر السنه، كانت هي وفاه ايدي جاريرو في لحظه صعبه كسرت قلب كل واحد بيحب الرياضه دي. كمان باتيستا حصلت له اصابه خلته يتنازل عن لقبه، وخلصت السنه على النهايه الحزينه دي. بدانا السنه بصدمه اول صرف شنطه في التاريخ من ايدج اللي صرف شنطته على جون سينا في عرض نيو ييرز ريفولوشن. لكن سينا ما قعدش كتير من غير لقبه، لانه رجعه في عرض الرويال رامبل، نفس العرض اللي ري ميستيريو اقصى فيه راندي اورتن وفاز بنزال الرويال رامبل. لكن القفا ما سكتش الري وتحداه في نزال في النو واي اوت على فرصه ري في المنيا، وفعلا اورتن كسب ري بالغش وسرق فرصته في العرض نفسه. انجل وتيكر قدموا نزال تاريخي انصحكم تشوفوه على بطولة العالم، وفاز بالنزال كيرت انجل. ميستيريو ما استغناش عن فرصته، فتحدد تريبل ثريت ماتش بين انجل، اورتن، وري ميستيريو. وسينا اللي كانت معاه بطولة الاتحاد دخل في عداوة مع الاسطورة تريبل اتش وفي الطريق للمنيا. وايدج برضه ما تسابش كده، لا ده دخل في عداوة مع ملك الهارد كور ميك فولي، وده اللي ودانا للنسخة 22 للمنيا، واللي ايدج فيها قدر يكسب ميك فولي في نزال بدون قوانين قوي جدا. وفي السبوت ده وميستيريو حقق حلم ايدي وكسب بطولة العالم. وفي المين ايفنت جون سينا قدر يخضع تريبل اتش ويحافظ على بطولته. مباراة الماني ان ذا بانك خسر بفوز روب فان دام، وقرر انه هيصرف الشنطة في نزال في عرض اي سي دبليو 1 نايت ستاند، وكسب النزال بعد تدخل ايدج على جون سينا عشان تبدأ العداوة التاريخية بينهم هما الثلاثة على بطولة الاتحاد. وفي نفس الوقت باتيستا رجع من الإصابة، وشون مايكلز اتعاون مع تريبل اتش ورسميا عودة الدي اكس، ودخلوا في عداوة مع الميكمانز. وده اللي ودانا للسمر سلام اللي قدروا فيه يفوز على الميكمانز في نزال قوي جدا. وايدج خرج من سمر سلام بطل بعد ما كسب جون سينا في عرض انفورجيفن. سينا وايدج لعبوا نزال سلالم على بطولة الاتحاد تاريخي انتهى بفوز ايدج بعد اللقطة دي، وده اللي خلى ايدج يبعد عن الاحداث الرئيسية وراح عمل فريقه التاريخي مع راندي اورتن وتكوين الريتد ار كي او. وباتيستا رجع بطولة العالم بتاعته في اخر عرض في السنة اللي هو سيرفايفر سيريس.
وخلصت سنة 2006 على كده. بدأت السنة بسينا وهو بيكسب اوماجا في عرض نيو ييرز ريفولوشن بالرول اب، لكن في الرامبل الاتنين لعبوا ماتش تاني اسطوري وعظيم جدا وانصح بيه، وقدر سينا يكسبه وكسب اوماجا كلين. وفي نفس الرامبل دي تيكر قدر يكسب الرامبل لأول مرة في تاريخه، وساعتها اختار يواجه بطل العالم باتيستا. طريق للمنيا مايكلز قلب على سينا وتحداه الانزال في المنيا، وفي المنيا تيكر قدر يحافظ على الستريك ويكسب بطولة العالم من باتيستا، وجون سينا اخضع مايكلز في المين ايفنت وخرج بطل من المنيا. فينس مكمان حلقة اصلا، ومستر كينيدي كسب الشنطة. بعد المنيا بقى باتيستا ما سابش تيكر لحد ما لعبوا ماتش ستيل كيج في سماك داون على بطولة العالم، وقدر تيكر يكسب بعد نزال قوي. لكن بعد النزال ايدج دخل بالشنطة اللي كسبها من مستر كينيدي وصرفها وبقى بطل العالم من جديد. وسينا الناحية التانية دخل في عداوات مع ناس زي كالي كينج بوكر، وبدأ العداوة التاريخية مع اورتن اللي كملت للصيف بينهم وشوفنا فيها عظمة. وفي ظل كل ده حصلت كارثة كريس بنوا، واللي بلاش نتكلم عنها عشان الفيديو ما يتشالش، لكن الحوار ده كان سبب ان العصر ده ينتهي، وايدج كمان اللي اتصاب وسلم لقبه وكسبوا العاهة ده وشال اللقب مقلوب كمان، لكن باتيستا رجعه منه. وعداوة سينا واورتن وقفت بسبب اصابة سينا في كتفه، وده خلى سينا يتنازل عن اللقب وفاز بيه اورتن وكمل بيه لاخر السنة عشان ايه هو وباتيستا ابطال. وخلصت السنة على كده. السنة بدأت بعودة جون سينا وفوزه بالرامبل، واورتن حافظ على بطولته قدام جيف هاردي، وسينا ما استناش للمنيا ولعب نزاله في النو واي اوت وخسر النزال كمان دي كيو. وتيكر كسب التشامبر وراح لايدج بطل العالم. في المنيا سينا وراندي وإيدج اللي انضم لهم قدموا ماتش عظيم وحلو انتهى باحتفاظ الفايبر بلقب، وتيكر كسب بطولة العالم من إيدج وحافظ على الستريك كمان. ومايكلز انهى مسيرة ريك فلير في نزال عاطفي جدا. واخيرا بانك اتقدر وبقى مستر ماني ان ذا بانك، لكن لاسباب كتير جدا مش هنقدر نكمل عن كده، لان الشركة هنا قررت ان العصر انتهى وانتهت معاه قصتنا لاسباب كتير جدا، منها حادثة كريس بنوا اللي كانت سبب في ان الناس تشوف ان المصارعة غير امنة والاهالي بعدوا اطفالهم عنها، خلت مكمان يبدأ عصر جديد، عصر البي جي ايرا، اللي قولوا لي لو عايزين حلقة عنه لان ده ملعبي اصلا، فقولوا لي في الكومنتات. كلمتين عن عصر الروسلس اجريشن. العصر ده واحد من اعظم العصور في التاريخ، وبالنسبة لي يعني وما تشتمنيش، انا بالنسبة لي الروسلس اجريشن هي اقوى بالنسبة لي من الاتيتيود ايرا. مفيش شك ان الاتيتيود ايرا هي اللي حافظت على الشركه وهي اللي صنعت تاريخ نجوم كتار زي اوستن والروك اللي يعتبروا اعلام دلوقتي، لكن بالنسبه لي الروسلس اجريشن ايرا هي حافظت على الشركه برضو من الانهيار بعد الاتيتيود ايرا، ويمكن تكون في لسه اهميه الاتيتيود ايرا. العصر ده شفنا فيه بروز نجوم شالت الاتحاد كمان بعد الروسلس اجريشن كتير، زي سينا اللي كمل بعدها وبقى التيميت في بيبي فيس اكتر مكان، واورتن اللي كمل وبقى ايه بشخصيه الفايبر، لا مش الفايبر السايكوباتيك فايبر كمان. باتيستا اللي ما كملش كتير بعدها لكنه عمل فتره برضه محترمه، ومصارعين زي كريس جيريكو وايدج وناس زي كده عملوا برضه فترات كويسه في البي جي ايرا. فبالنسبه لي الروسلس اجريشن ايرا واحد من اعظم العصور في تاريخ المصارعه الحره، ومن اكتر العصور المظلومه بحسها من الناس. وبس كده، ده كان كلامي على العصر اللي انا بعتبره واحد من اعظم عصور المصارعه في التاريخ، هو عصر الروسلس اجريشن ايرا. بس ده كان نهايه الفيديو. ما تنساش تعمل شير ولايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. معلش لو في مشاكل في الصوت كلام تاه مني، انا اقسم بدين الله بسجل وانا تعبان واصلا عندي برد وباين اصلا من صوتي اظن، ويعني صراحه كلام كتير جدا في العصر دوت، فكان بالنسبه لي كنت في كم كلمه كده بتلخبط فيهم وكده، ودي مشكله عندي يعني، فمعلش سامحني. بس كده، ده كان نهايه الكلام. سلام.